من تقبل علي يتخربط الحال، ويخف الوزن كل حال يتخربط. جبل شايل وزن مو مثل هاي الناس، ولا اقول ان خفيف ولاني ملطط. ليشان من اشوفك ترجف اعضائي، ويمر الرجيف برجلي واتخيط، بي يدور راسي والقبر شتال، وحالي يصير طبع الطفل المقمر. وبي تلوم ناس تقل شنهش فيك، شاوين الرزانة وحكي المصب، شاوين الرزانة وحكي المصب. يصح واحد حلو حلو بس ما تريد الروح، أو يصح مملوح ماخذ عقلك مخبلك، ويصح واحد قريب وما تحس شو بيه، ويصح واحد بعيد وساكن بقلبك. أعزائي مشاهدي ومتابعي القناة التاسعة وكالة الحرة الإخبارية وبرنامج واحة الشعر، حل الضيفة عزيزة علينا من مدينة بغداد، هذه الشاعرة الظريفة خفيفة الظل التي استطاعت ترك بصمة في الأدب الشعبي في كل المناسبات والمهرجانات القطرية والمحلية، وهي الشاعرة زينب الجبوري. حياك الله. الله يحييك. تسلم. اهلا وسهلا. وجدا ممنونين على وصولك من بغداد. الله يحفظك. شكرا لكم، شكرا لقناتكم الموقرة، شكرا لمدير القناة على هذه الدعوة، شكرا لكم. الله يخليك. الله يسلمك. اهلا وسهلا مرة ثانية. الله يخليك، يا هلا بيك. بالنسبة للشاعرة زينب الجبوري، نعم، ممكن يعرف المشاهدين البطاقة الشخصية؟ الشاعرة زينب الجبوري مواليد 1996 بغداد الحبيبة. بديت الشعر في سنة 2010. شاركت في عدة مهرجانات ومحافل وأمسيات وأسبوحات. نعم. يعني على مستوى المحافظات، ليس على يعني فقط نعم. بغداد. والله الحمد اليوم مستمرة بهذه المسيرة. موفق إن شاء الله. الله يحفظك. موفق. الله يخليك. ست زينب، أكيد أكو واحد قريب الروح، وإحنا أقرب الناس، إن أما يكون الأب أو الأم أو الأخ ويأتي الصديق الوفي. ممكن نعرف زينب الجبوري إيش كاتبة عن واحد من عندهم؟ يا حنان أم بصبرها وشوقها، يا فخرها وطيبها وكلمة لعلتها، أم البخت أم الحنان، احنا نلتم كلنا ونطوف ببختها. أم نجمة تدور بفلاك السماء، قل لي يا نجمة بنجمكم شاطرتها. حلو. والله شافت عوز بربانة وتعب والعسر وياما كلها تحملتها. أمي ياما مرها ضيم وما حكت، والسوالف بالسوالف ذثرتها. سلامتك. حلو. الله يسلمك. بصراحة إنه سبحانه عز وجل هو اللي قال إنه الجنة تحت أقدام الأمهات. صح. ونلاحظ انه هي اقرب لنا وهي الام، ولهذا اكثر الشعراء نعم تداولوا موضوع الام في اغلب قصائدهم. نعم. يعني امي يعني مهما اتكلم عنها قليل. امي انسانه فريده من نوعها، تحملت ما تحملته مني وفي الحياه، واسال الله ان يخليها خيمه علي ويحفظها ويجعل يومي قبل يومها. الله يرحم جميع امهاتنا الاموات ويرحم. امين يا رب. يحفظ امهاتنا الموجودات على قيد الحياه. ست زينب. نعم. الشعر، وهو انا اعتبره انه شيء موحي، وانا ما اقول انه متى ينزل شيطان الشعر. والله هو شيطان الشعر موجود في كل مكان. نعم. يعني وانت مثلا انت حضرتك شاعر، وتعرف لما تكون بالسيارة، لما يصادفك موقف، لما تكون يعني الشاعر مو بس لسان حال نفسه، شاعر لسان حال الناس. نعم. لسان حال الفقير اليوم. أكيد. وخصوصا الشعر الشعبي، ترى الشعر الشعبي يوصل أكثر من الشعر الفصيح. صح. يعني في العراق وخارج العراق حتى. نعم. صح. تحس الناس توصلهم كلماتنا بسهولة وبسلاسة. أكيد. نعم. أكيد. بالنسبة
موضوع أقرب إلك. كل شاعر عنده اختصاص أو قريب لون من الشعر له. أقرب قصيدة لي قصدك؟ القصيدة لك أو الدارمي أو الأبوذية أو الموال؟ إذا أنا راح أجاوبك، يعني هذا سؤال أعتبره هو سؤالين. نعم. لأنه أنا يعني أقرب علي هو طور الدارمي. نعم. جدا، يعني طور الدارمي جدا قريب علي. ترى هو بالنسبة للدارمي أنت أيضا شاعر، وتعرفين الدارمي قصيدة بأكملها. نعم. قصيدة متكاملة من الألف إلى الياء. فعلا طور الدارمي هو الأقرب علي. يعني أنا أذكر لك موقف للطرفة. في يوم من الأيام كنا نتمشى أنا وزوجي في مكان ما، فهو خطية يباوع على يعني وحدة ضايقت سيارته، فباوع عليها. طبعا تعرف احنا نساء ونغار وكذا صح. زين. فقلت له لا تحبك التلقاك، لا تحبك التلقاك نور بسماها، انت لو ما مسموح تركض وراها. حلو. يعني هذا كان للطرفة بس أكيد انا والله. ذكرته. أكيد والله. نعم. بس اقرب قصائدي اللي هي لحد الان هي كتبت منذ سنوات، ولحد الان ما اجت قصيده في بالي من كتاباتي تضاهي هاي القصيده. نعم. نعم. حلو. الله تسلم. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة برعاية مطعم المنتجع في بابل السياحي. اسمحي لنا ناخذ فاصل. براحتكم. براحتكم. فاصل ونعود إليكم. مطعم وكافيه منتجع بابل السياحي، نرحب بالزبائن الكرام. يسرنا ويشرفنا حضوركم. أحدث وأفخم القاعات المكيفة للشباب وجناح خاص للعوائل. زورونا يوم وراح تجونا كل يوم. أرقى وأطيب أنواع الأراجيل والعصائر وحسب اختياركم. ألذ وأطيب الأطعمة والحلويات والمرطبات. مطعم وكافيه منتجع بابل السياحي، خياركم الأفضل. نشارك معكم مناسباتكم وأفراحكم العائلية، حجوزات للجامعات وأعياد الميلاد. نستقبل الزبائن طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا. العنوان بابل الحلة داخل مدينة بابل الأثرية. منتجع بابل. للحجز والاستفسار الاتصال على الأرقام التالية: 077 مكرر 3 مكرر 1 مكرر 8 مكرر 6، 0772 82 مكرر 3097. مطعم وكافيه منتجع بابل السياحي، دوما بخدمتكم. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل وحديثنا مستمر مع الشاعرة زينب الجبوري. صحبة مامش ظلت بهذا الزمان، ذاك من ذاك اللي يخاويك وحريص. القباح بهالزمن صار الشيم، قصة التعرق سعرها قد رخيص. العالي شان بهاي دنياتك نزل، بيها يلعب ظل بالشان النصيص. ناس عمي عيون عدها وما تشوف، وما تفرزن زود عالم من النقيص. الدنيا عنك من جفت لابد تجيك، ولا تظن عثوك صبرك تبقى شيص. الله. الشاعرة زينب الجبوري. نعم. هل كتبتي لبعض المطربين بعض الأغاني ولمن؟ أنا كتبت الكثير من المطربين ومنهم انسرقوا، يعني طلعوا بس ما طلعوا باسمي. نعم. اللي طلعت باسمي هو عمل واحد للفنان السوري باسل أسمى. تقريبا كم قصيدة كتبتي المطربين والسرقة؟ يعني تقريبا 3 قصائد. أنا مع الأسف موضوع السرقة. نعم. هذا نعاني من عنده، لأنه يعني ماكو رقابة. حق. نعم. هو سرقها ويتصل علي يقول لي أعطيك كذا مبلغ بس ما تجيبين طاري وطاري. لا والله فضحة. صراحة غير والله ست زينب، والله فضحة. أنا بالنسبة لي أفضحة. خاطر شنو يكون ردع لباقي المطربين
لا زين معناته انه تعبت وثمرت تعبت وسهرت وهذه انه يجي نعم. ينسبها الى او ينسبها لغير شاعر ما ممكن. نعم. هذا حق. يتفضل العفو. الأغنية اللي طلعت هي أغنية واحدة فقط للفنان باسل أسماء السوري. نعم. هو سوري، ولكن أنا كنت يعني قلقة من موضوع أنه شلون راح يجيد هاي الأغنية، بس أجادها بطلاقة اللي هي تقول: وجهك حسنك والله آية، صوتك بحتك ذولا هواية، تدري أنت يا بسمة الروح وجودك يمي مصدر سعادة، جرب تعال وشوف شخصك بعيني، ومن تبعد اسمع صوت واني وانيني. هنا اكو بيت يعني هو مكتوب بالقصيدة بس احنا شلناه. ابقى ابقى ظل وياي بعز البرد حضنك دفاية، سويناها ابقى ابقى ظل وياي، مالي غيرك من هالبشر، انت ارضي وسمايا. حلو. يعني هذه الأغنية اللي طلعت والحمد لله أخذت نجاح وأجاتها جدا أجاتها، حتى أنا تفاجأت يعني فعلا. جدا. أكو ترى فرق بين اللهجة السورية واللهجة العراقية. نعم نعم. لا بس هو شاطر جدا، بحيث يعني هو دا يغنيها، غناها يعني طريقة الكوبليه يعني قبل النشر، فأنا من سمعتها قلت له اللي يسمعك يقول إنه أنت عراقي يعني شلون أنا كنت ظالمتك. وهذه حلو. الحمد لله أجادها والأغنية نجحت وأخذت صداها. بالتوفيق. الله يسلمك. أكيد إحنا كشعراء نعم يكون الغزل قريب علينا، هاي شيء منتهي من العدة. أي. أو أحيانا الشباب هالوقت نعم يحبون الغزل. اي نعم، تقول لك يا بركي تكتب لي عن حبيبتي، تكتب لي عن انه وحده ويعطيك موضوعها، وحده نعم. موضوعيتك اياها. نعم. هجرتني، خانتني، وهواي امور انت تعرفينها. نعم. ممكن نعرف ايش كاتبه زينب الجبوري الغزل؟ لا انا كتبت لشخص معين. نعم. هو يعرف نفسه، فيعجبني صوته لما يحكي يعني. ففي يوم من الايام جيت انا عصبيه جدا، فقال لي شبيك وكذا ليش عصبيه؟ فباوعت له، من باوعت له اني النظره بيها شعر، بس انا ما اقدر احكي مباشره الا يعني تعرف يحتاج لها وقت وكذا وتنظيم. فورا ايام تقريبا سجلت بالتليفون ودزيتها للولد اللي يصمم لي القصيده اللي هو كرار البغدادي. قلت له كرار سوي لي هاي القصيده. ما كنت مقتنعه بيها، فلما سمعتها بالتسجيل اقتنعت بيها. تقول ادليك على روحه وتسال ايش بيه. ادليك على روحي وتسال ايش بيه، انا المشتاقه للما يسال علي. حلو. أدليك على روحه وتسأل ايش بيه، أنا المشتاقة للما يسأل علي، عيونك شجرة خضرة تدلك العصفور، وأنا الما نمت وعشوشي ما هي. برد وانت الدفل ما يشبهك تموز، دحات ضلوع بلكت تهدأ شوية. أنا اشتاقيت لك وانت بغلات النوم، وتمنيت أصير أحلام وردية وادخل جفنك ولحد يمر على البال، أنا المستعدة تصير حورية. حالاتك الله يسلمك، حالاتك بالسكوت، ولو حكيت الناس تحفظ صوتك وينباس يومية. نظراتك محطة شلون أسافر بيك، ولملمها الجنط والقلبك النية، ودمعاتك النار الثلج منها يخاف، وصفا بيك أفر الكرة الأرضية، أي نهر من عدها يطلع، لو شفايف هاي أحبك مو حرام أتغسل شوية. أنا اشتاقيت لك لو درت وجهك ذاك، يمكن من تغيب الموتة حتمية، يا بعد ولايتي وعمر اللي يلوق عليك، يا بعد عيوني والما بيك والبية. أتمرد وأخلي الماء يصير، وأقول لهم هالغزل طالع من بنية، الله الله يخليك. صور الشعرية جميلة جميلة جدا جدا. الله يسلمك. ست زينب. نعم. الساحة الشعرية الآن تخلو من النساء، يعني احنا سعدنا قليلين جدا. نعم. قليلين، يعني احتمال انه اذا تشيك كجمعية الشعراء. نعم. العراق تلقى بكل محافظة شاعرة أو اثنين لا يتعدى. احنا اللي
نقول اللي معروفة بالساحة 2. نعم. واللي موجودات بالمهرجانات حسب ما أنا شفت خير من الله. يعني عندنا مثلا نذكر أسماء لو ما نذكر عادي عادي. اللي يعني معروفة على الساحة هي الست شهد الشمري والشاعرة رنين تبوني. اللي بالمهرجانات حسب اللي أنا شفته شهد السوداني، غفران فيصل، ست ليلى البهادلي، شاعرة الكبيرة ليلى البهادلي، قامة من قامات الشعر الشعبي. نعم. يعني كل شاعرة وإلها لونها وإلها طريقتها وإلها جمهورها. صح صح. يعني أنا مثلا ما مجبورة أخلي الكل يحبني ولا مجبورة أخلي الكل يسمعني، بس أنا يكفيني من يشوفوني يعني أكون قدامهم بالصورة الجميلة. وفعلا طلعت قصائد، يعني غفران فيصل رفعت اسم بغداد والعراق بمهرجان في النجف الأشرف. ست ليلى البهادلي كانت معايا في المؤتمر اللي صار بأربيل قبل أيام، يعني أنا نعم. جيت من أربيل. نعم. كان أيضا مهرجان للسياب وحكينا به الشعر الشعبي. نعم. وفي مهرجان خلخال أيضا. عندنا ست حلا الكاتب بنت النجف الأشرف. يعني كثير عندنا أسماء، ولكن ما مسلط عليهم الضوء يعني بنسبة معينة. فعلا صحيح. أيضا من خلال برنامجنا هذا نقدم الشكر والامتنان للشاعر عداي السلطاني أبو علي. بصراحة أنه هذا الرجل احتضن الشعراء من الرواد وحتى الشباب. نعم. أيضا تحية لك يا أبو علي من تحياتنا خلال إلك. برنامجنا. نروح الفاصل. يلا. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة برعاية مطعم المنتجع السياحي في بابل. فاصل ونعود إليكم. مطعم وكافيه منتجع بابل السياحي، نرحب بالزبائن الكرام. يسرنا ويشرفنا حضوركم. أحدث وأفخم القاعات المكيفة للشباب وجناح خاص للعوائل. زورونا يوم وراح تجونا كل يوم. أرقى وأطيب أنواع الأراجيل والعصائر وحسب اختياركم. ألذ وأطيب الأطعمة والحلويات والمرطبات. مطعم وكافيه منتجع بابل السياحي، خياركم الأفضل. نشارك معكم مناسباتكم وأفراحكم العائلية، حجوزات للجامعات وأعياد الميلاد. نستقبل الزبائن طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا. العنوان بابل الحلة داخل مدينة بابل الأثرية. منتجع بابل. للحجز والاستفسار الاتصال على الأرقام التالية: 077 مكرر 3 مكرر 1 مكرر 8 مكرر 6 0772 82 مكرر 3097. مطعم وكافيه منتجع بابل السياحي، دوما بخدمتكم. أعزائنا المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل وحديثنا مستمر مع الشاعرة زينب الجبوري. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يخليك. الله يحييك. ست زينب. نعم. هل الإعلام قريب عليك أم بعيد؟ لا، بعيد جدا. شنو السبب؟ ما أعرف. أنا لحد الآن لم أمتلك ولا هوية من أي اتحاد. شنو السبب؟ يعني أنت ما لك رغبة أم؟ لا، صار اكو فد تاتش ما بيني وما بين احد مدراء الاتحادات على انه انا شلون معوقه واكتب شعر، شلون من ذوي الاعاقه واكتب شعر. شوف نفسي مع الاسف. وهو الان موجود. يعني انا ليش موكو ضريري يقرا قران؟ عندنا الشاعر نوجه له تحيه اذا يتابعنا، يعني هذا الخيقان ترى ما عنده ايد يكتب شعر. صح. نعم. والإعاقة دائما الإعاقة تكون بالعقل. بالضبط. صح. وهو جاي يشوفني أمامه، يعني هو جاي يشوفني عقلي سليم. نعم.
ورحت له الأكثر من مرة المكان اللي موجود، وما حكى علي أصلا. طيب أوصل صوت الأستاذ عداي السلطاني، يسمعني التحية لك أستاذ عداي السلطاني يا أبو علي. هاي نوصل صوت الشاعرة زينب الجبوري الراقية المتمكنة. الله يحفظكم. انه نتمنى انه تحتضنها وشوف لها هويه. انت وفي وقدها وقدودها. عفوك ابو علي. شكرا لك ست زينب، الوطن هو روحنا، هو أكيد. حياتنا، هو أكيد. بيتنا الكبير. اكيد كل الشعراء كتبوا عن الوطن. اكيد. ايش كاتبه زينب الجبوري؟ أنا كتبت كثير من القصائد على العراق، بس أقرب قصيدة اللي حسيت بيها إنه أنا هنا موجودة بداخل هاي القصيدة، اللي هي عراق شبيك متعب الله يرعاك. عراق شبيك متعب الله يرعاك، أشوفك يا الحبيب كثر همك، أنا أمك وبنتك وأعرفك زين، ما تحتاج واحد للحكي عنك. الله. وصح أنا مرة ومعوق الرجلين، زلمة بساعة الشدة نخاني ما يهمك، وفوق العوق هذا أعقر الرجلين، وحسبك ولد ابني وأنا هاي أمك وشوف أم الله عليك. الله عيدي وصح أنا مرة ولو يقول لك انه الشاعر من يقرا له القاطعه فدول عينك استاذ تدلل. وصح انا مره ومعوق الرجلين، زلمه بساعه الشده نخاني ما يهمك، وفوق العوق هذا اعقر الرجلين، واحسبك ولد ابني وانا هاي امك وشوف ام الولد محتاجه للتوصى، وعراق انت لاقصده بدمك ولحمك، افديك العمر يا بعد هاي وهاي، واحرقه بنار كل من حاول يهمك، أفديك العمر يا بعد هاي وهاي، وحرقه بنار كل من حاول يهضمك، وحسافة يا عراق وهاي حسرة وياي، وثلاث أرباع عدوانك ولد عمك، وبيك الموت قالوا لا يجوز تعيش، وندرى ليش تجمعوا يمك، شنه تركيبتك ما قدروا يعرفون واحتاروا، لذلك حللوا دمك، وما عرفوا بقاعك ساكن الكرار، وابو طلبه اللي ندبه كرم طلابه، والعباس ساكن يمه بالسجاد، وبدمهم عراق تطهر ترابه. لذلك الله عليك، لذلك من اجا ورادوك انت تموت، وبرضك لزوم تصير الطلابه، وشفت عين الحياه مدنقه تبكي عليك، لان شافت الموت مكشرا يابا، ولا تبين ضعيف انت بشريعه غاب، ولا تخضع لو انحاطنك ذياب اسد، انت وشيل تاج الملك عراس اذا طاح الاسد من يحكم الغابه. بسلامتك. الله يسلمك. الله يخليك. الله يسلمك. صور شعريه جميله. الله يخليك. وش ما نكتب للوطن هو قليل بحقه. اكيد طبعا. ايضا انا همي انا اقول طبعا اصبر يا وطن والعاصيات تهون، يا صبرك صبر يا مدوخ الايام، يا مايك سلسبيل ترابك مراد، يا بختك بخشاراتك امام. الله. اشكرك ممنون جدا. الله يسلمك. اكيد كل شاعر عنده شاعر قريب الروح. نعم. واحساسه ومشاعره. نعم. ويحس انه بوحده الموضوع. نعم. انه قريبه له. نقدر نعرف من هو الشاعر القريب على زينب الجبوري؟ هو أنا يعني اللي أحب القصيدة أكثر. يعني أحب القصيدة، أتعايش مع القصيدة ليس الشاعر. ولكن إذا تسألني يعني أنه هل يوجد شاعر خدم الشعر بمعنى الكلمة؟ نعم. أقول لك إيه نعم أكو موجود، وموجود هو الآن يعني موجود محافظات، وهو الشاعر زمن البارودي. زمن البارودي خدم الشعر والشعراء، وخدم كثير، حتى مشاركاته في شعر العراقية في غيرها في مسابقات هي أضافت للبرنامج اللي شارك به. صح. نعم. بغض النظر عن الأمور الشخصية ما لي علاقة، الإعلام ما له علاقة، أنا أحكي اليوم ذمتي وضميري. زمن البارودي قدم للشعر ما حد قدم له. ما حد قدم له. صح. أنطى للشعر ما حد أنطاه. نعم. واليوم هو موجود وما ماخذ فرصته الكافية مثل باقي الشعراء. نعم. صح. نعم. صحيح.
بالضبط. نعم. من الشعراء الراحلين رحمهم الله في هذه الأمسية نقول لهم، وهم عريان السيد خلف رحمة الله على روحه. شو تحسين بشعره والحس اللي يمتلكها؟ أحسها يعني هي رسائل تخرج من يقول بها عز من روح عزك وانت عز مني، يا حسبة عمر خاويت هم نصباي، بطلت صفنتي وما بطلت مني. عريان سيد خلف رحمة الله على روحه، الله يرحمه. يعني ما يجي مثله واحد، لأنه هو أنطى للقصيدة حسها وأنطى نفسها، وكل قصيدة كان يحكيها بصوت يخليك أنت تروح مع القصيدة، تروح وياها. نعم. والفن اللي عنده اللي أنا أعتبره أنه متميز عن كل الشعراء وهو فن الإلقاء. نعم. إيه؟ يتمرجح بالقصيدة، تمرجح. وعريان سيد خلف أنا كنت أعرفه، وحتى كنت أنا أروح يعني أقعد في الحزب الشيوعي، مو يعني من أجل شيء، من أجل عريان نعم. سيد خلف. نعم. عريان سيد خلف شاعر متميز، إنسان يمتلك الإنسانية، شاعر بكل معنى الشاعرية. أبو إيمان يعني أنا ما أنسى مواقفه. يوم من الأيام، ولو تسمح لي راح أخذ من وقت البرنامج. لا براحتك. يوم من الأيام كان أكو احتفالية لجريدة طريق الشعب، فقالوا عريان سيد خلف موجود، فأنا من قالوا عريان رحت مباشرة. يعني كان الحديقة كانت على حدائق أبو نواس، فالحديقة مزدحمة هواي ناس، فأجا أنا ما أدري بيه هو وراي، يشهد الله على كلام، ما أعرف بيه هو وراي صاير، أنا واقفة وهو وراي، كان يقول لي تعاي بابا ليش واقفة؟ تعاي اقعدي، وقام وخلاني أنا أقعد، وأصريت عليه قال لي لا تعالي اقعدي. متواضع جدا جدا متواضع فعلا. نعم. فعلا. وبالنسبة لي هو الموت حق علينا، ولكن أعتبر الشعر خسر قامة من قامات الشعر الشعبي العراقي الرصين. نعم. يعني خسارة كبيرة للشعر هو والله. عريان سيد خلف. أكيد والله، أكيد والله. كل إنسان عنده قصيدة قريبة الروح، ودائما يقراها بالمناسبة. والله أنا هاي دائما أقراها، فأنا أخاف الضجون من عندي. لا اقريها، اقريها مخصوصة بقناتنا، احنا ما لنا علاقة وين قاريتها، بس بقناتنا اقريها. أي أقول مرتين هي طعناتي هواي، بس هاي كانت أكثر طعنتين قوية. مرتين الله يسلمك، مرتين انطعن واشتاق لك مرة، عرفتك من رحت ما حاس بالعشرة، أنا بروحتك ما فكرت بالناس متعودة، وجبتها امرأة فوق الحسرة، عيش بظلمتك والليل خارج قوس اليسهر، من يحب تشتاق للقمرة، ذكرتك بس لقيت بصورتك دخان، بعد ما قمت أحس بحرورة الجمرة، ذكرتك الله عليك، ذكرتك بس لقيت بصورتك دخان، بعد ما قمت أحس بحرورة الجمرة، انتظرتك وحيد وذابلة من الشوق، المطر لو طول القيعان تنتظره، المطر لو طول القيعان تنتظره، منك ما ردت بتشف يدق الباب، تعيد من تدق بيبان هالفقرة، وبروح الكسر مو بالعظم ويطيب ذا بالروح كسرة، كل شي جبره، عيونك خلصن ما بيهن الله وياك، وانا من الدمع ضميت لك نظرة، حاكيت الطيور الطايرة على الريح، قالن من يروح جناحنا يكسره، اوصفك جنحة وطرت يا ما حسبتك ريح، المحبس مو حلو بس حلت الشذرة، انا بدونك جرح ما ضاق خيط ضمات، ينسى ما يحن بس الهوى يذكره، اعذرك اي اعذرك ما عشت صفناتي وانت بعيد، بس قلبك نساني بهاي ما اعذره، قالوا مو وفي وقلت اللي يحب ما يخون، قالوا مو وفي وقلت اللي يحب ما يخون، عليك ايش كثر قالوا عشرتك مرة كذبت الحجول، وقلت طبعك ماي تفزع للعطش لو كان بالصحراء، عطش قلبه ورحت واللي يحب ذكره يصير، وظليت انسأل وتجاوب الشجرة وسلامتك. الله يخليك. الله يسلمك. شوف الصور الشعرية الجميلة اللي دخلتيها دائما نعم. بالقصيدة. والله استاذ يعني انا من اجي اكتب
يعني هو يخطر في بالي الموضوع، وسبحان الله بعد فتره يجي هذا الموضوع فعلا يصير، يعني ما اعرف شنو فعلا الفكره. صح. استاذ زينب، نعم. موضوع انا دائما اكد فيه اكثر حلقاتنا، وهو موضوع الشعراء الشباب. الشعراء الشباب الشباب حاليا من الثمانينات، عفوا من 2008 صعودا لحد 2023. نعم. اكو شعراء بصراحه انه من يقرا قصيده لك كبيره معناها وحده موضوعها وبوزنها، بس للاسف انه ايضا الاعلام اما هم سبب عدم انه وصولهم للاعلام او الاعلام ابتعد عنه. الاعلام مبتعد. الاعلام مبتعد، يعني انا من يجيني لقاء بالبصره ويخابرني مثلا ابو البصره، تحياتنا لكل محافظاتنا، يقول لي والله اني مثلا ادعوج بس ما انطيك اجور. صح. واحده من الامور. نعم. يعني انا جايه، انا بنت بغداد محسوبه على بغداد، صح؟ نعم. انا لا يوم طلبت اجر، لا فد يوم نطقت بلساني وقلت انا اريد كذا اجور. انا جاي اخدم بلد، اقدم رساله، بس من اقدم رساله انت ايضا قدم لي، ايضا ساعدني. اكيد والله. اي يعني انا من اجي المهرجان الفلاني، يعني صارت هواي بيه، يقول لي والله ماكو اجور، ماكو اجور، ما عندي. نعم. زين. وبعد وين فتره كذا اسمع من فلان وفلان انه هو ماخذ اجري. نعم صح، موجوده الحاله. يعني موجوده، يعني صعبه. موجوده صعبه. زين انا مثلا خلينا نقول شاعره وبعدني في بداياتي. نعم. واتعامل هكذا تعامل. شلون بعد اقدر اخدم الاعلام؟ ترى احنا اليوم عايشين في مجال، اليوم انا يعني قعدتي مع حضرتك راح تضيف لي، وقعدتك معاي يعني عذرا قعدتك معي ايضا راح تضيف لك، انت كشاعر انا كشاعره، هنا حتى المصور، كل من يعمل من مجاله. اكيد. أنا إذا ما أشوف الإعلام يخدمني ما أقدر أخدم الإعلام. أكيد. أو مثلا هسه راح أروح من هنا بعد فترات طويلة، يلا مثلا يجيني فد لقاء معين، ليش؟ ها والله أنت ما عندك ترند، شنو هالموضوع هذا؟ شنو هالفكرة هاي؟ يعني أتمنى هاي الفكرة تعالج. الترند شنو؟ يعني مثلا أروح أتعارك حتى أسوي له ترند، مثلا اللي اتصل فلان او فلان، اروح اتعارك حتى اكون انا النجمه من نجوم العراق وكذا؟ مستحيل. انا اسمي وعائلتي ووضعيتي واولادي، ما اروح اتعارك مع فلان حتى اسوي له ترند وكذا. يريدني اهلا وسهلا، ما يريدني على عيني وعلى راسي. والله صحيح. فهي هاي اللي نعاني منها. فعلا صحيح. انت ما معروف، اوكي يابا روح تابعني على اليوتيوب، روح اسال عني بالمهرجانات، روح اسال عني بالاعلام، لا ترند ما عندك. شنو الترند هو؟ نعم. الترند فلانه وفلانه تتعارك وتجيها نسبه مشاهدات، واحنا ترى السبب بينا. احنا جاي نتابع الفيديو ونعلق، فمن نعلق راح يصعد الفيديو، راح تصعد نسبه مشاهداتها. صح. لفلانه انا ما اقصد احد. صحيح. بس انا جبت اشياء هي موجوده ترى استاذ. موجوده. يعني اشياء موجوده، انه احنا بالعراق ليش احنا نصعد الفاشل والمبدع لا نخليه مركون على جهه. العفو يسار مع العلاقات. مع العلاقات بالضبط. هسه اغلب مرات تصير مهرجانات قطريه. نعم. ما يخلي الا صاحبه لو صديقتها لو كذا، لو اللي دافع له فلوس. خارج البلاد ايضا. نعم. محتكره. نعم محتكره. انا اتصلوا بي على احد المهرجانات في خارج العراق، ما اذكر الدوله، لما اذكر الدوله ينعرف، قالوا لي يردون $600. نعم. $600 يعني ليش $600؟ انا عراقيه جايه من بلد الجراحات، من بلد الآلام. انا جاي ارفع راس بلدي. يا وزاره الثقافه، وزاره الثقافه العراقيه، يعني مو انتم بيكم الخير والبركه. نعم. ليش يعني هيجي؟ ما اعرف. يعني انا يعني تروح لوزاره الثقافه قال لك مو يمي الموضوع، تروح لابو المهرجان الفلاني قال لك مو يمي الموضوع، ما اعرف. يعني ما اعرف. هذا سبب اختفائنا، من نختفي هو هذا السبب. هسه اليوم انا من راح اقعد شهر وشهرين وثلاثه، هو هذا سبب اختفائي. صح. انه من اروح بمكان انا اريد اكون مقدره. نعم الاجر ما راح يضيف لي، بس راح يحسسني بقيمه انه انا دخلت هذا المكان
انا شاعره. نعم. وبعدين تعال اقول لك، خلينا نسولف بصراحه. الشاعر اذا ما يجي المكان الفلاني، اكو شعراء حتى ما عندهم الكروه يجون ومعروفين بالوسط. فعلا زين، واحد من الشعراء ذاك اليوم اتصل بي يقول لي انا ماخذ 4000 دينار من زوجتي وجاي الرضا علوان ببغداد على مود يقعد ويا الشعراء حتى ينعرف. نعم صح والله. هذا شنو ذنبه؟ فعلا صح. حتى احنا عانيناها بصراحه. نعم. وحتى اني 7 دواوين 7 مطبوعات اطبعها على حسابي الخاص. ليش؟ نعم. ليش؟ ما اعرف. احنا ايضا من سنه 2010 لليوم. نعم صح. يعني لو ما حضرتك كذا تسمع باسمي هم ما تعرفني. اكيد. هاي مشكله الاعلام. المفروض الاعلام ان يكون داعم بعيدا عن الواسطه. اليوم انت زين اوكي، انت اليوم من راح تجيبني هم راح اضيف لك اني، هم عندي جمهور، هم عندي ناس، هم كذا. لو اللي ماخذك لقاءين يقول والله انا ما اقدر اجيبك. اكيد. ست زينب الجبوري. نعم. تعبناش اليوم. عيوني على راسي. يسلم راسك. قلبي الله يخليك. اريد اخر قصيده خاطر نختم. اخر قصيده اسمعك طبعا، هذه جديده. حلو. احنا نحب الجديد بقناتنا. ان شاء الله تدللون انتم قناتكم. وتحيه اذا نسيت اذكر الاستاذ قاسم القريطي، شكرا جزيلا له على الدعوه. ممنونين. الله يخليك. واقول مثل صوت المطر صوت اللي يحبون ويبدون السوالف على المدينه. حزينه الضحكه ذا ما بيها محبوب، وانا احتاجيتك الروح الحزينه. اريدك باب ينسد من يجي الليل وما يعلى العطش تنثر حكينا. الله عليك. اريدك باب ينسد من يجي الليل وما يعلى العطش تنثر حكينا. اريدك نسمه بيضه تعاند الصيف وهذا البض لا يسكت ونينا. تعبانه بكثر طعناتك وياي، الحلم من عيني بعدك ما اخذينه. امس حتى البحر فك روحه من شاف، اجت لحظه انا محتاجه السفينه. شنو الما عاجبك من هاي العيون؟ كنت تحبهن بقد ما تجينا. بكيتك وانطفت كل المواعيد وضميت السوالف وانتهينا. بعد ما يستفزني الليل وياك، امس هذا الوجع كله من ايدينا. تعال وخل اعرفك على الحياطين، وهاي الصور اول ما بدينا كلهن علقتهن وانت موجود، وكلهن سولفتهن من مشينا. هانت عشرتك. الله عليك. تعال وخل اعرفك على الحياطين، وهاي الصور اول ما بدينا كلهن علقتهن وانت موجود، وكلهن سولفتهن من مشينا. هانت عشرتك وارقب وسط ماي، وبعد ما تفيد شمسك وانطفينا. بكيتك وانطفت كل المواعيد ولميت السوالف وانتهينا. وسلامتك. الله عليك. الله يحفظك. صور جميله ورائعه. الله يخليك. تسلم انت الاروع. نختم ونقدم شكرنا وامتنان لجنابك الكريم. الله يخليك. وتحملتي عناء السفر من بغداد. على عيني وراسي. تشرفت بمعرفتكم اليوم، وجدا اشكركم على هاي الدعوه، واشكرك انت استاذ شكر خاص. الله يسلمك. واشكر يعني انا ما ناسيته من بدايه الحلقه، هو ببالي الاستاذ قاسم الحميداوي وقاسم القريطي، اثنيناتهم اقدم لهم شكر وتقدير لقناتكم الموقره. اتمنى لكم كل التوفيق. المصور خطيه كلش تعبناه، ان شاء الله يا رب كل التوفيق لكم. واكيد هذا البرنامج أنا متأكدة أنه هذا برنامج ناجح جدا، وأتمنى لحضرتك كل التوفيق. الله يخليك. وهي أيضا الشهادة نعتز بها. الله يخليك. أيضا تحياتنا للإعلامي الرائع اللي عرفني بالست زينب، وهو قاسم الحميداوي. تحياتنا لك أستاذ قاسم الحميداوي. أعزائي متابعي قناة التاسعة من الحرة الإخبارية، في نهاية حلقتنا نقدم شكرنا وامتناننا للشاعرة الرائعة المبدعة شكرا لكم زينب الجبوري. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. أودعناكم بالسلامة. من تقبل
علي يتخربط الحال، ويخف الوزن كل حال يتخربط. جبل شايل وزن مو مثل هاي الناس، ولا اقول ان خفيف ولاني ملطط. ليش انا من اشوفك ترجف اعضائي، ويمر الرجيف برجلي واتخيط، بي يدور راسي والقبر شتال، وحالي يصير قطع الطفل المقمر. وبي تلوم ناس تقول لي شنهش فيك، شاوين الرزانة وحكي المصر، شاوين الرزانة وحكي المصر.